والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم مثلما يرزق الطير، تغدو خماصا وتعود بطانا. والله اكله زي الفل، اكله جامد جدا. هو الكريب برضه بتاعه حلو قوي. الحمد لله يعني ربنا كرمني وبحاول اقدم للناس احسن حاجه وبسعر كويس وجوده كويسه. السلام عليكم، انا النهارده في مدينه 15 مايو وبالتحديد في مجاوره 3 عند لوده. فاكرين لوده اللي كان معاه عربيه شاهين بيعمل عليها اكل وكريبات وكفته ومشروبات سخنه؟ خالد النهارده ربنا فتحها عليه وفتح كرفان للاكل وعربيه اكل متنقله ما شاء الله. انا قلت لازم اروح اصوره واوريكم قد ايه لكل مجتهد نصيب، وقد ايه الراجل ده تعب لحد ما ربنا كرمه بعربيه الاكل دي، وهو فعلا شاب مجتهد ومحترم جدا. يلا بينا نتعرف على لوده وندوق احلى اكل عنده كمان. يلا بينا. فاكرين خالد لما كان واقف بعربيه الشاهين وانا جيت صورت معاه، اللي كان بيعمل بقى عليها احلى حاجه على الجريل بتاعه، الكريب والسوسيس والهمبرجر؟ دلوقتي خالد ربنا فتح عليه وعمل اللي احنا واقفين فيه دلوقتي ده. احكي لي بقى خلوده، القصه بدات ازاي بعد ما صورنا اخر مره؟ الحمد لله ربنا كرمني وحبيت ان انا اكبر واطور. تمام. فسعيت ان انا اعمل كرفان بحيث ان انا احط حاجتي فيه وابقى انا شغال مستريح، بحيث ان يبقى كل حاجه ساعات في الترخيص بعد ما احنا وقفنا كده انت قلت انا ارخص بقى. الحمد لله. ده مشروع شباب على فكره هم عاملينه، عربيات الطعام المتنقله صح؟ فود تراك. ايوه ان شاء الله. فود تراك بالظبط. ازيكم عاملين ايه؟ الحمد لله. ايه انتوا ايه اخبار لوده معاكم بقى؟ والله اكله زي الفل، اكله جامد جدا. انت طلبتي ايه؟ برجر. وانتي؟ برجر برضه. انتوا داخلين على البرجر. بس عنده كريب جامد جدا على فكره. هو الكريب برضه بتاعه حلو قوي. ايه رايكم اصلا في المشروع ده بقى؟ مشروع بسيط بس حلو جدا، اكله نضيف جدا والله. عنده عروض حلوه. ايه العرض اللي عنده قال لك عليه؟ عنده برجر وبطاطس وعليه صوص جبنه ب 50 جنيه. يعني بس روق عليا عشان بيصعب عليا. عينيا يا باشا، احلى حاجه تعملها. واتمنى لو انساك وانسى روحي وياك، وان ضاعت افداك لو تنساني وانساك، وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك، والقى دموعي فاكراك ارجع تاني اخواك. واتمنى لو انساك وانسى روحي وياك. ما شاء الله لا قوه الا بالله. خالد يعني انا بصراحه مبسوط له جدا جدا وفرحان جدا ان هو قدر من العربيه الصغيره اللي كانت عنده بقى ما شاء الله عامل الكرفان اللطيف ده بتاع الاكل ده. ربنا يزيده والله ويزيد كل الشباب. اي حد بيسعى ربنا بيديله. وانسوا دايما المقوله بتاعت انا مش لاقي دي، محدش يخاف ان رزقه يقل، او لان الرزق بيد ربنا. ربنا قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، ما قالش في الارض ابدا. بصوا عمل لنا ايه بقى؟ عمل لنا احلى سندوتش سوسيس من عند لوده. لوده بقى عالمي في الاكل والله. بسم الله. خالد ده معلم. بص انا ضفت السندوتش وحاطط فيه كابوتشا وحاطط خيار مخلل. احسنت يا لوده والله. 10 على 10 اقسم بالله جامد. الا بالله. انا عايز كل الناس تيجي تجرب الاكل التحفه بتاع الراجل ده. الراجل ده بيعمل اكل خطير. بيبقى ليها هي مواصفات خاصه العربيه دي. عشان خاطر يبقى تكون مطابقه للامن والسلامه، تاخد ترخيصها. سيفتي. حسيت بالفرق بقى طبعا بين العربيه الملاكي والعربيه دي؟ طبعا. حاجتك مرصوصه ومتظبطه، وعندك ثلاجه، عندك ديب فريزر، تقدر تعمل حاجاتك بجوده كويسه بسلاسه، مكان فيه اضاءه، فكل حاجه ظاهره برده للناس. ما شاء الله. انا شايف كمان انت دخلت حاجه جديده يا خالد. دخلت بقى الكريب والزنجر وسندوتشات وسموزي وعصاير فريش واوريو. ما شاء الله. كل المشاريب السخنه. ما شاء الله. لا ده كمان ما شاء الله القلايه. يعني فاكرين القلايه بتاعت الحاجه اللي كان واخدها خالد في العربيه؟ انت قلت لي جبت بقى القلايه دي؟ دي القلايه دي بتاعت والدتي في البيت يعني. كانت عند والدتي في البيت، وبعد كده اديتهاني وانا استغليتها ان انا ابدا اعمل مأكولات كده اللي هي حاجات مقليه، اللي هي زي البطاطس والزنجر والسوسيس. خالد ظبط الدنيا هنا وجاب بقى قلايه بالكهرباء. صح يا خالد؟ الحمد لله. تحيه للحاجه والله. عايزين اقول لها كل سنه وانت طيبه. عيد الام قرب كمان، مني ليكي الف تحيه والله. الله يخليك. مامتك عملت معاك ايه بقى الايام اللي فاتت دي؟ خلاص يعني اقتنعت بالمشروع وبدات بقى تدعمني وتدعي لي، واحنا ماشيين ببركه دعائها يعني الحمد لله. ربنا يبارك لك يا خالد. الله يخليك. والاهل ساعدوك الاهل يا خالد؟ طبعا الحمد لله. عملوا ايه بقى؟ يعني عمتي مثلا ادتني الثلاجه دي. في ناس برضو وقفت معايا برضو دعمتني معنويا كده وبدات تدعي لي، وبدات كمان تيجي تجرب من عندي وترشحني برضو للناس اللي تعرفها وكده.
المنيو بتاعك انت ضفت عليه حاجه تانية ولا لا، عايزين نشوف المنيو؟ هو منيو العربيه. اهو السلام عليكم حبيبي. ده المنيو بتاعك اهو. خالد بقى عنده كفته وكبده اسكندراني وسجق مشوي وسوسيس وبطاطس ساده وبطاطس جبنه وباتيه ما شاء الله، شاورما فراخ وشاورما لحمه وزنجر، ما شاء الله المنيو غزير يعني. بسم الله ما شاء الله. انت عندك الكريب بكام يا خالد عشان نفكر الناس تاني؟ الاسعار بتبدا من 35 لحد 50 60 70، هو حسب بقى، مش ماشي بريسبي معين يعني. اي زبون عايز يخش يعمل حاجه معينه مطرقعه كده في دماغه بعمل يعملها لك على طول. وبعدين دخلنا كمان اضافه تركي مدخن والسلامي والبسطرمه. حلو. لو حد مثلا حابب يضيفها مثلا على سندوتش او على مثلا كريب حاجه زي كده برضه بنقدر نعملها يعني. هنعمل ايه في رمضان بقى؟ في رمضان تعمل ان شاء الله يكون عندنا العصاير اللي هي الصوبيا الساده والشرايح جوز هند وقطع خوخ قطع يعني المشروبات بتاعت رمضان عندك كلها؟ تمر هندي وصوبيا وعرقسوس وبلح باللبن ودوم باللبن ووافه وفراوله وعناب، كل حاجه الحمد لله بنقدر نوفرها للزبون. حلو ده. من عربيه اللي كان واقف عليها صغيره ربنا رزقه وبقى في المكان اللي انتوا شايفينه ده مكان هايل جدا في كل حاجه. خالد مجهزه ما شاء الله من كل حاجه، وربنا يزيده ويبقى اكبر براند في مايو كلها. لودا كافيه او لودا دلوقتي بقت لودا بس. لودا وعملت انت انا شايف بص عامل اللوجو بتاعه ما شاء الله شكله تحفه ازاي. بسم الله ما شاء الله كل حاجه عاملها خالد بيرفكت يعني. يا رب يخليك يا سيدي. بحييك يا خالد والله. مش منك. العصاير بقى انت ظبطت الدنيا في العصاير كمان. احنا عملنا بقى حاجات سموزي توت وفراوله وخوخ وميكس توت وبطيخ، نعمل كمان سموزي. انت مدلع الناس على الاخر. اوريو، ده الدلع كله بقى. وليمون نعناع ومانجا وفراوله. هي دي الرساله، لكل مجتهد نصيب، وربنا الراجل ده اجتهد لحد ما ربنا وفقه في المكان ده. تتاكدني النهارده عينيا احلى سندوتش سوسيس. نخش على السوسيس بقى ونجرب حبيبي يا لودا. يا رب وربنا يوفقك ان شاء الله. نيجي كل مره انا اكون اول واحد بصورك. اكيد طبعا. انا اول واحد صورته في العربيه، وبعدين جت قنوات تاني صورته. المره دي بقى جاي في العربيه بتاعته اول واحد برضه يكون مصوره. ربنا يجعله ربنا يوفقك يا خالد، وانا مبسوط جدا والله اني جيت لك تاني. حبيبي يا لودا. انا اسلام حسين صاحب لودا من 2016، بس هو زي اخويا خالد بيجيب اصحابه كلهم. ده اكيد. يعني هو اكتر من اخويا الكبير، ما عنديش اخوات كبار فهو اخويا الكبير. انا معاه من زمان، من ايام ما كان بيوصل دليفري فعلا، وكان بيوصل منتجات كتير، وكان شغال من زمان، وكنا شغالين في التراب. تعب الراجل ده، تعب جامد ولسه بيتعب برضه والله. ربنا يرزقه. قول لي بس انت بتعمل بقى مع خالد هنا؟ مشاريب قهوه وكابتشينو. الله انت مسؤول عن الحاجات دي بقى، والعصاير وكل حاجه. حلو يا اسلام والله. خالد بيدي لكل واحد مكانه، يعني كل واحد عارف مكانه. مثلا المشاريب بيديهم مشاريب، عارف الكريبات بيديله كريبات، سندوتشات نفس الكلام. ما شاء الله والله. خالد عنده التكايه دي حلوه جدا. ايه الاضافه اللي انتوا ضفتوها في المشاريب بقى؟ وخالد قال لي انتوا بتعملوا عصاير بقى. السموزي عندنا توت وفراوله وخوخ وميكس توت وبطيخ، وعندنا الاوريو، وعندنا ان شاء الله عصاير في رمضان، كل حاجه موجوده. حلو ده. بتبدا من كام الاسعار عندك؟ السموزي 15 والاوريو 25. فهو شاب محترم، عايزين كلنا نقف في ظهره نسنده، نقول له احسنت بالحاجه اللي بيعملها دي. وطبعا بشكر كل الناس اللي ساعدت خالد ولسه بتساعده عشان يعمل المكان بتاعه اللطيف ده. ربنا يا رب يبارك لهم ويبارك لاي حد بيساعد شباب محترم عشان تاكل لقمه العيش بعرق جبينها. في اخر الفيديو ما تنسوش السبسكرايب واللايك والشير عشان نوصل لكتير. سلام.